السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بعد ماتش الزمالك والجونة، طبعا الجونة عمل ماتش جميل قوي، والظاهر كده ان بصيره واقف بيتفرج زينا زيه يعني. طبعا بيلعب بثلاثة ورا، 3-4-3. الطريقة دي ما تمشيش الا مع الاهلي مع بيراميدز، لكن مش مع الجونة. وانت بتلعب مع الجونة وجه فيك جون، مع سموحة وجه فيك جونين، يعني الطريقة دي ما تمشيش مع الجونة، مع بتروجيت، مع الإسماعيلي، مع الاتحاد. لكن هو بيراميدز والأهلي بس. طبعا علاء عبد العال قاري الزمالك كويس قوي، وعمل ماتش حلو خالص، وبصيره قاعد بيتفرج يعني من على الدكة زي الجمهور يعني. وطبعا انا علاء عبد العال ما يستحقش انه يتعادل. يعني الزمالك مستحوذ على الكرة، لكن بدون هجوم، بدون خطورة على المرمى الجونة. الاستحواذ جامد، ماسكوا الكورة، لكن هارد نادي الجونة على النقطتين اللي خسرهم. وإن شاء الله اللي جاي أحسن. دي النقطة الثانية كنت عايز أكلم فيها. الأهلي طبعا بيفاوض صفقات عالمية، من ضمنهم كوستا. بس طبعا كوستا مبلغه كبير شوية، فبيفضل دلوقتي ما بين زيزو. وزيزو بنسبة 90% في النادي الأهلي، بعد طبعا قعدة أبوه مع الاتصال اللي حصل مع راجل أعمال جامد يعني. ودخل محمود الخطيب من السعودية وهو في مناسك العمرة. وطبعا شوية إغراءات كده، عربيتين هاند روفر على شوية دولارات كده من تحت الترابيزة. وطبعا أبو زيزو نصح في الحاجات دي، فزيزو الفترة الجاية هتلاقيه في الأهلي يعني بنسبة 90%. وطبعا الأهلي بيفاوض مين؟ بيفاوض مصطفى محمد. طبعا بيغريه بالدولار، انه هيتعامل بالدولار زيه زي تريزيجيه. تريزيجيه طبعا كلنا عارفين انه هيجي في شهر 6 الاهلي، وهيجي بالدولار، يعني هيتعامل بالدولار. زيزو الوحيد اللي هيت... آه، زي تريزيجيه الوحيد اللي هيتعامل بالدولار. طبعا ما كانش مصطفى محمد، هيبقى في كده ممكن اسامه فيصل مهاجم البنك. وطبعا اسامه فيصل مهاجم حلو برضه، من احسن المهاجمين دلوقتي في الدوري. وحاجه يعني ستايل مصطفى محمد كده على صغير يعني. وطبعا فيه نقطة كده إيجابية حلوة قوي عملها المستشار الزملكاوي، الراجل القانوني، الراجل اللي ماشي يعني حاجة جميلة في نادي الزمالك. كمال شعيب. كمال شعيب ده بيستفسر، عايز يجيب المكالمات اللي حصلت ما بين الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكورة. المهندس هنا أبو زيد. طبعا المكالمات دي قانونيا يحق ليه، لأنه هو طرف أصيل في المباراة. وطبعا ممكن يجيبها وطبعا بعت شكوى طبعا للمهندس انا بريده، يستفسر منه عن لقاء القمه يعني وايه اللي حصل. فطبعا هو اتحاد الكره المنبوط في الموضوع ان هو يجيب حكام اجانب او ما يجيبش. وطبعا ما حدش بعت لاتحاد الكوره ال 60,000 دولار عشان يجيب الحكم الاجنبي. رابطة الأندية بتقول احنا بعتنا. طب ما انتوا ما بعتوش فلوس، انتوا بعتوا 3 أندية: ماتش الزمالك وبيراميدز، ماتش بيراميدز والأهلي، ماتش الأهلي والزمالك. فكان المفروض ان انت تبعتوا لهم 180 ألف دولار. فما اتحاد الكورة قال ما حدش بعت لي حاجة. وطبعا كله هيشيلوا مين؟ هيشيلوا النادي الأهلي. وطبعا زي ما الوزير قال كل من طلع قرار يتحمل. وفي لوائح وفي قوانين. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.